نقطة أخرى تضاف إلى نقاط فشل حكومة عزيز أخنوش في حلقة إفلاس جديدة موجهة للشركات بعد تسجيل نسبة 18% من الشركات المفلسة في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 28% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يبين تدهور الوضع الاقتصادي والتنبؤ بأزمة اقتصادية مرتقبة تزيد من صعوبة المعيشة لدى الفرد المغربي. سيناريو خطر الإفلاس والبطالة لا يقف عند هذه النسب فقط، بل يستمر ويفتح مجال التهديد على حوالي 250 ألف شركة مغربية، حيث كشفت إحصائيات المكتب المغربي المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات عن تسارع وتيرة الإفلاس، فيما أوضحت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول من سنة 2023 إلى 12.4%، ما يعادل تقريبا 1.5 مليون مغربي، كانعكاس سلبي للتسيير والتخطيط. سياسة الهروب من الأمر الواقع والتي دأب المخزن على انتهاجها من خلال سياسته الخارجية السيئة المبنية على التوسع والتآمر ضد الدول المجاورة، يقابلها وضع داخلي هش اجتماعيا واقتصاديا، في وقت يعرف المشهد الاجتماعي غليانا شعبيا يهدد بالانفجار في أي لحظة بعد انسداد المخارج في وجه المواطن وتنصل الحكومة من مسؤوليتها تجاه الأزمة في ظل معركة الأمعاء الفارغة المطالبة بالشغل.